تخيل إنك تلاقي زهرة نادرة شكلها روعة، زهرة مش موجودة في أي مكان تاني في العالم، ولما تعوز تشوفها تاني وترجع بعد سنين تكتشف إن الغابة اللي كانت موجودة فيها الزهرة اختفت تماما. طب إزاي اختفت؟ كأن الطبيعة قررت تمسح جزء من تاريخها بنفسها. دي قصة الديبيا سبلندس، زهرة فقدت موطنها لكن العلماء نجحوا في إنقاذها قبل فوات الأوان. تعال معايا أحكي لك القصة. سنة 1972 عالم النباتات الأمريكي دكتور دينيس بريدلوف كان بيستكشف الغابات السحابية اللي هي الكلاود فورستس، وكانت موجودة في تشيباس في المكسيك. وسط الأشجار العملاقة والضباب الكثيف لقى حاجة مستحيل تتنسي، زهرة رائعة فريدة جدا. بما انه دكتور وبيدرس الحاجات دي كان اول مرة يشوف زهرة بالجمال ده، الوان بتجمع ما بين الذهبي والبرونزي. كانت الديبيا سبلندس الزهرة اللي كانت بتعتمد على الهامينج بيردز او الطيور الطنانة علشان تعيش، لان دي الطريقة الوحيدة لتلقيح الزهور. الطيور الطنانة مش بس كانت بتلقح الزهور، دي كانت بتديها حياة. الديناميكية بين الكائنات كانت سر وجودها، لكن اللي حصل بعدها كان صادم. لما عايز يشوفها تاني بعد سنين رجع بريدلوف لنفس المكان سنة 1986 علشان يشوف الزهرة، لكن ما لقاش ليها أي أثر. الغابة نفسها اختفت، مش موجودة، كلها تحولت بالكامل لمزارع، كل شجرة وكل زهرة اختفت، وكأن الطبيعة كانت بتمسح لوحتها الفنية. ودي كانت نهاية الزهرة في البرية. لكن القصة كده ما خلصتش. قبل ما تختفي الغابة بريدلوف في أول زيارة ليه كان جمع بذور الزهرة وزرعها في أماكن زي سان فرانسيسكو، وده اللي أنقذ الزهرة. دلوقتي الديبيا سبلندس موجودة في كذا جنينة، مش كتير، ولكن كل ده بفضل العالم اللي جمع البذور قبل ما تنقرض. العناية بالفوشيا الذهبية مش مجرد زراعة. مثلا الصور اللي انتوا شايفينها دي أنا صورتها في حدائق كيو أو في كيو جاردنز. بيزرعوها هناك بطريقتين، يا إما من العقل علشان يحافظوا على الجينات الأصلية، أو من البذور علشان يدرسوا التغييرات الجينية. وتلقيحها كان بيتم بالهامينج بيردز أو الطيور الطنانة، لكن لأن ده مش موجود في الحدائق فبيتم باستخدام فرش صغيرة. الفرش دي بنحطها في الوردة ويتم التلقيح يدوي. حدائق زي كيو جاردنز وحدائق كتير حوالين العالم بيحتفظوا بكل النباتات النادرة وفيهم بنوك للبذور، وده علشان يحتفظوا بسلالات اللي خلاص انقرضت او قربت خالص ان هي تنقرض. وده حاجة معظم الدول المفروض تعملها علشان طبعا تحافظ على التنوع الزراعي اللي عندها. وجت شهرة الديبيا سبلندس كزهرة من ان هي بقت رمز للغابات السحابية اللي هي باظت بسبب وجود الانسان، وعلشان كده بقت رمز في لوح كتير جدا في المكسيك للحفاظ على البيئة والحفاظ على النباتات النادرة. سكان كتير من السكان اللي ساكنين في الغابات السحابية دي بدأوا يعتبروها رمز للحظ السعيد، وعلشان كده بدأوا يزرعوها بالقرب من بيوتهم. ديبيا سبلندس مش مجرد زهرة نادرة، دي رمز للنجاة، رمز لدور الإنسان في حماية الطبيعة. دكتور بريدلوف لو ما كانش خد بذورها كانت القصة انتهت بالكامل. الحكاية دي بتقول لنا حاجة واحدة، دايما في أمل حتى لو الطبيعة بتخسر. دورنا إننا نحمي اللي باقي ونرجع اللي ضاع. كل زهرة بتتفتح النهاردة في كيو جاردنز هي شهادة على قوة العلم وحب الطبيعة. أتمنى القصة دي تكون ألهمتك. ما تنساش تشترك في قناة كايرو جاردن وتتابعنا على السوشيال ميديا، وتابع سلسلة أغرب وأندر النباتات الموجودة في العالم مع كايرو جاردن. شكرا، واشوفكم في الحلقة الجاية من كايرو جاردن. مع السلامة. تخيل زهرة بقدر جمالها قدرتها على ان هي تغير الوعي البشري وتسبب الهوس وحتى الجنون. دي مش مجرد زهرة، دي البروجمانسيا الملقبة بأبواق الملائكة، أسطورة حية بين النباتات الاستوائية. خليك معايا وهحكي لك القصة. البروجمانسيا موطنها الأصلي جبال الأنديز في أمريكا الجنوبية.
اللي أهلها كانوا بيعتبروا الزهرة دي وسيلة التواصل مع الأرواح. علماء النبات الأوروبيين اكتشفوها في القرن ال17، لكن سحرها غطى على كل التصورات العلمية. ورغم جمالها، كل جزء في البرجمانسيا سام جدا، بتحتوي على مركبات زي الأتروبين والهيوسامين اللي بتأثر على الجهاز العصبي، وجرعة صغيرة جدا ممكن تسبب هلوسة، لو زودت شوية ممكن تسبب تسمم. في القرن ال19 كان في معتقد ان النبات ده بيساعد على اكتشاف الكنوز المدفونة. البروجمانسيا مشهورة بظهورها الرائعة اللي شبه الترامبت، وفي منها ألوان جميلة جدا. كان موجود في الوايلد أو في البرية 7 أنواع، وال7 كانوا موجودين في أمريكا الجنوبية، بس كل الأنواع دي تقريبا انقرضت ومش موجودة. دلوقتي موجود منها ألوان وأشكال كتيرة جدا، وده بسبب كل الحدائق اللي بدأت تعمل تلقيح ليها وتنويع في التلقيح ما بين الزهور وبعضها. والزهرة دي مشهورة بالرائحة، روعة جدا، بتبقى موجودة بالليل. وفي أنواع تانية ما فيهاش ريحة، ودي بتتلقح عن طريق الهامينج بيردز أو الطيور الطنانة. كان السكان الأصليين في كولومبيا بيستخدموا خلاصة الزهرة دي كمحفز للحواس، بس لو زادت الجرعة النتيجة كانت الجنون أو حتى الموت. وظهرت البروجمانسيا في أفلام كتير بأن هي ترمز لحاجات مخيفة أو للرعب، وده طبعا بسبب سميتها. البروجمانسيا كمان استخدمت في حاجات كتيرة جدا لتحضيرات حاجات ليها علاقة بالسحر وحاجات غريبة بالشكل ده. وبرضه استخدمت كمبيد حشري، مزارعين كتير كانوا بيستخدموها. وحاجة مهمة قوي ان هي كان بيقولوا ان اللي بينام قريب منها ساعات بيحس بحالات من حالات الهلوسة، وبيبدأ كأنه بالظبط شرب مخدرات. البروجمانسيا ممكن تخليها موجودة في بيتك لو عايز تضيف لمسة استوائية للجنينة بتاعتك، بس زراعة البروجمانسيا محتاجة شوية اهتمام. البروجمانسيا بتطلع في مكان يكون مشمس ما فيهوش رياح قوية. التربة لازم تكون جيدة الصرف وتكون رطبة لكن مش مبلولة طول الوقت. في الشتاء لازم تدخلها المكان دافي لأن البرد ممكن يدمرها. بالنسبة للتلقيح في البرية أو في الوايلد، الوردة دي كانت بتعتمد على الخفافيش في التلقيح، لكن طبعا في البيت ده مش موجود، فالتلقيح بيكون يدوي. وهو ده الحل لو عايز تشوف الزهور الجميلة دي اللي انت شايفها بتتفتح عندك من جديد. الزهور اللي انتوا شايفينها في الفيديو دي انا مصورها في حديقة كيو جاردنز. عندهم كولكشن قليل جدا لان الزرعة تقريبا انقرضت من البرية، وكل الكولكشن اللي موجود بيبقى متكاثر عن طريق العقل او عن طريق البذور. البروجمانسيا مش مجرد نبات للزينة، دي قصة خيال وجمال وغرابة بتجمع ما بين السحر والخطر. لو عجبتك الحلقة دي ما تنساش تشترك في القناة وتتابعنا على كل منصات السوشيال ميديا، وتابع حلقات أغرب وأندر النباتات اللي موجودة في العالم مع كايرو جاردن. شكرا، واشوفكم في الحلقة الجاية من كايرو جاردن. مع السلامة. تعالى أعرفك على أعجب وأندر النباتات الموجودة على وجه الأرض. تخيل معايا زهرة مش زي أي زهرة شفتها قبل كده، صغيرة متألقة لونها أبيض زي الجوهرة، اسمها ألوفيرا ألبيفلورا. ودي واحدة من أعجب وأندر النباتات اللي موجودة على وجه الأرض. قصتها بتبدأ من مدغشقر، وتحديدا في منطقة صغيرة في توليار جنوب شرق الجزيرة، وسط بيئة مليانة بالتحديات. خليك معايا واسمع القصة للآخر. النبات ده بيعيش في ظروف صعبة جدا بين الصخور وعلى تربة بتبقى فقيرة جدا في الغذاء، في مناخ حار وجاف جدا. رغم ده كله الزهرة بتطلع جمال مدهش جدا في وقت الإزهار. أول عالم نبات يوصفها كان رينولدز سنة 1940. العالم ده تشد لجمالها الفريد لدرجة إنه شبهها بإنها مكونة من قطرات ماء بتلمع في الشمس. لكن الغريب، العلماء في البداية كانوا فاكرين إن ده نوع جديد تماما ومختلف تماما عن الألو اللي هو احنا بنسميه الألوفيرا، وده لأن زهرتها البيضة مش معتادة في الأنواع التانية اللي بتبقى غالبا لونها برتقاني أو أحمر. الألو البيضاء مش بس نادرة، دي بتواجه خطر الانقراض بسبب فقدان موطنها الطبيعي
لكن لحسن الحظ علماء النبات اتدخلوا وحافظوا عليها في الحدائق اللي موجودة حاليا في كاليفورنيا، وفي حدائق كتيرة جدا، وبيزرعوها من البذور وحتى من الكاتنجز أو العقل للحفاظ على التنوع الوراثي. استخدام العقل في معظم الحدائق بيبقى من أجل الحفاظ على الجينات الوراثية بتاعة النبات وما يحصلش فيها تغيير كتير، لأن استخدام البذور زي الأطفال بالظبط بيبقى مختلف شوية عن جينات الأب والأم. اتشهرت الألو ألبي فلورا بأن هي واحدة من أصغر أنواع الألوفيرا الموجودة في العالم، وعلشان كده ناس من هواة النباتات النادرة مهتمين جدا بتجميع أو أن هم يحتفظوا بالنبات ده. وفي دراسة أثبتت أن الألبي فلورا اللي هي نوع الألوفيرا ده في مركبات يمكن مش موجودة في أي نوع من أنواع الألوفيرا ضد البكتيريا، ممكن تستخدم في العلاج برضو. ألوفيرا الألبي فلورا دي مشهورة بأن هي صغيرة، وعلشان كده ناس كتير جدا بيحتفظوا بيها في المكاتب أو بيحتفظوا بيها عندهم في البيوت. ومش عايز أقول لك أن معظم الأفلام اللي اتكلمت على النباتات النادرة ظهرت فيها الألبي فلورا اللي هي الألوفيرا الصغيرة جدا دي، ظهرت علشان ترمز للنباتات النادرة. الألو البيضاء مش مجرد نبات جميل، دي رمز للتحدي والقدرة على البقاء في أصعب الظروف، وده لأن هي بتعيش في ظروف قاسية جدا. ومع كل زهرة بتتفتح في الحدائق اللي بيحتفظوا بيها بتقول لنا الطبيعة إن لسه عندها مفاجآت، ومهمتنا إن احنا نحافظ عليها. الزهرة اللي أنا مصورها دي موجودة في حديقة كيو أو في كيو جاردنز، وكيو جاردنز بتعمل على الحفاظ على الزهرة دي من الانقراض، وطبعا متابعة التنوع الوراثي بتاعها جيل بعد جيل. أتمنى القصة دي تكون عجبتكم، ما تنساش تشترك في القناة علشان توصلك كل فيديوهاتنا الجديدة، وتابعوا حلقات أغرب وأندر النباتات في العالم مع كايرو جاردن. اكتبولي في التعليقات لو شفتوا النوع ده قبل كده ولو زرعتوا ألوفيرا قبل كده. شكرا، واشوفكم في الحلقة الجاية من كايرو جاردن. مع السلامة. تخيل الكرة دي بتنبض بالحياة، زرعة وكأنها جاية من كوكب تاني. الزرعة دي هي اليوفوربيا أوبيسا. النبتة دي أو الزرعة دي شكلها روعة، لكن ورا الشكل الجميل ده قصة صراع من أجل البقاء. خليكم معانا واسمعوا القصة للآخر. اليوفوربيا أوبيسا والمعروفة بلقب البيسبول بلانت بتنتمي لعائلة اليوفوربيا. اكتشفت لأول مرة في جنوب أفريقيا. بما إن هي نوع من أنواع الصبار، اتكيفت بشكل ممتاز جدا مع الطبيعة الصحراوية القاسية اللي موجودة هناك، وزي أي صبار كانت بتتحمل ظروف قاسية جدا. لكن إيه الخطر اللي بتواجهه؟ للأسف أكبر خطر بتواجهه الزرعة دي هو الصيد الجائر. كتير جدا من الناس بيجيبوا الزرعة دي أو الصبار ده للاحتفاظ بيه في البيت أو لبيعه. للأسف على مدى السنين من الصيد الجائر ده تم تهريب اليوفوربيا أوبيسا لأسواق نباتات الزينة حوالين العالم، وده كان السبب إن أعدادها قلت بشكل مرعب. ولما أعدادها قل بالشكل ده كتير جدا من العلماء بدأوا يدوروا عليها ويدوروا على طرق لإنقاذها. للأسف الزرعة دي تقريبا انقرضت من الطبيعة، من الوايلد، لكن موجودة في كل محلات الزينة والمحلات اللي بتبيع الصبارات. في جهود كبيرة جدا من العلماء للحفاظ على الكنز الطبيعي ده من الصبارات وإعادته للبرية. الغريب والمذهل في الزرعة دي من الصبارات إن هي مش بتطلع أي فروع، بالعكس بنفس الشكل ده ومش بتطلع أي فروع، وده بيديها شكل فريد جدا. التلقيح بالنسبة للصبار ده بيحصل ما بين نباتين، نبات ذكر ونبات أنثى. حاليا ده بيتم يدويا ما بين الزهرة الذكر والزهرة الأنثى، وده بيحصل يدويا لضمان استمرار النوع. وبعد كده بيتم زراعتها في تربة رملية علشان طبعا تحاكي التربة الصحراوية اللي كانت موجودة فيها. اليوفوربيا أوبيسا موجودة دلوقتي كنبات زينة، واختيار رائع جدا جدا لو عندك بلكونة أو جنينة فيها شمس قوية وعايز تزرعها في تربة رملية بمية قليلة جدا، بتطلع ويبقى شكلها رائع جدا وبتطلع زهور جميلة جدا. بس هي محتاجة معاملة خاصة، لازم القصيص يكون فيه تصريف جيد جدا، ويكون خليط ما بين تربة خاصة بالصبار ورمل. بالنسبة للري لازم تسيب التربة تجف تماما بين كل رية والتانية، المية الكتير ممكن تموتها. والأهم لو عايز النبات ده
يتكاثر عندك في البيت محتاج نباتين، نبات ذكر ونبات أنثى، علشان تعمل تلقيح يدوي بين الاتنين. بعد كده بيتم إنتاج البذور. في مرحلة إنتاج البذور لازم تغطي الزرعة بشبكة خفيفة علشان البذور لما بتطلع بتطير وممكن توصل لمسافات بعيدة جدا. اليوفوربيا أوبيسا بقت رمز من رموز البقاء والاستمرار على الرغم من الصعوبات اللي هي بتواجهها. وحاجة تانية اكتشفوها عن اليوفوربيا أوبيسا إن هي تقدر تحتوي أو تحتفظ بالمية لمدة شهرين بدون أي ري، ودي حاجة رائعة جدا في نبات زي ده إن هو يتحمل صعوبة الصحراء لمدة طويلة بالشكل ده. وحاجة فان فاكت هو ان النبات ده اسمه بيسبول بلانت او بيسبول كاكتس، وده لانه شكله شبه كرة البيسبول، ودي حاجة لطيفة خالص. رغم كل التحديات اليوفوربيا أوبيسا بتستمر في الإبهار، وده بفضل جهود الحفاظ عليها في جنوب أفريقيا وحول العالم. لو بتحب الصبارات اليوفوربيا أوبيسا ممكن تكون صبار رائع جدا، ودلوقتي انت عرفت قصتها وعرفت قد ايه هي مهددة بخطر الانقراض وتقريبا انقرضت من البرية. فبان انت تحتفظ بيها ده معناه ان انت بتساهم في ان الزرعة دي تفضل موجودة. اتمنى تكونوا استمتعتوا بالقصة دي واستمتعتوا بالحلقة دي من اغرب واندر النباتات الموجودة في العالم مع كايرو جاردن. ما تنساش تشترك في القناة علشان يوصلك كل الحلقات الجديدة، وتابعنا على كل منصات السوشيال ميديا على كايرو جاردن. شكرا، واشوفكم في الحلقة الجاية من كايرو جاردن. مع السلامة.